السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير؟ ان شاء الله تكونوا على خير وتكونوا بخير وتكونوا اتم الصحه والعافيه وتكونوا مهنيين من الداخل ديالكم، مهنيين من قلبكم، من عقلكم ما يكونش مشتت، من قلبكم ما يكونش حاقد، ما يكونش مقصح. عرفتوا ملي كيكون القلب مقصح شي حاجه خايبه. العقل ملي كيكون كيفكر شي حاجه كيكون مشتت حتى هي خايبه. فكنتمنى لكم راحه البال يا ربي. جيتكم بفيديو جديد، بنفسية جديدة، بأفكار جديدة، بأحلام جديدة، بأهداف جديدة، ب... بكل شيء كنحس براسي بحال لي الله تخلقت من جديد. مهم خاصنا نحمد الله على الظروف اللي كنمروا بها. الا كان شي ظرف قاصح دزتو منه كيف ما بغى يكون، سواء جسديا يعني صحيا، الى مرضتو دزتو واحد الوعكه صحيه وتشافيتو فالحمد لله على داك المرض. اول حاجه ربي كيختبرك. ثاني حاجه انت كتختبر الناس اللي معاك، ولا دزتو بشي مشاكل مع العائله ولا مع عاطفيا، ولا كل واحد وكيفاش كيدوز الظروف ديالو. فراك ما كتحس بديك، راه حتى هي حتى المصائب حتى هي نعمه، ما كتحس بها نعمه حتى كتخرج منها وكتلقى راسك انك ليتي انسان واحد اخر، على حسب انت وافكارك والطموحات ديالك وكيفاش شفتي هذاك داك الابتلاء مثلا. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ربي. كنقول لربي شكرا على كل شيء. كنحس بان ربي كيبغيني، اللهم لك الحمد. علاش؟ انا تقريبا حياتي ما دازتش بالساهل، فدزت من حوايج خايبين وبزاف، ولكن اللهم لك الحمد كنلقى راسي انني مزيانه بخير. ما كنكره حد، ما كنحقد حد، ما كنتمناش لشي واحد الشر. ما كندعيش في شي حد، ولا كنبغي نحرر عليه عيشته، ولا نقصح شي واحد، ولا ما عمري اللهم لك الحمد. واخا تاديت بزاف من ناس قرابين من ناس بعادين. مازال القرابين هادشي طبيعي، ولكن باش ملي كتادي من عند ناس بعاد كتر، الا ما كنتيش كتعرفيهم، ما عندك حتى شي صله بينك وبينهم، وكيأذيوك من بعيد. ولا ما فهمتش انا علاش واحد الانسان كيأذي واحد الانسان اللي ما كيعرفوش نهائيا. ولكن كنقول انا ماشي مشكل، لحقاش هذه هي الدنيا وهادو هما البشر، فكل واحد وكيفاش داير. راه ماشي كلشي كيف هذا هو الغلط اللي كنديرو. هو ملي كيكون شي واحد مزيان كيجيب له بالو راه كلشي كاع الناس كيف وكيكون نيه وكتكون ثقه وكتثق في كلشي وكدير نيه مع كلشي. ولكن هما تيحسب لهم راسهم زعما صافي راهم زعما عايقين وداروها بيك وهذا، ولكن لا بالعكس، راهم هما اللي مقولبين، ماشي حنا زعما، ماشي الناس اللي عندهم النيه وطيبه وكيتعاملوا مزيان. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. كنت دزت من واحد الظرف خايب، ولكن عطاني واحد القوه ما كانت عندي. ما عمري ما عرفت القيمه ديال راسي. ما عمري ما عرفت راسي شنو كنسوى، ماشي شنو كنسوى زعما في الاصل، ولا شحال عندي الفلوس، ولا لا. ما عرفتش راسي بانني عندي واحد القوه، عندي واحد القلب، انه ربي معايا. والله ربي معايا، حتى نكون في واحد الوضع تنقول صافي بانني ضعت، بانني صافي كتحطمي كتيأسي. ولكن بالعكس كتلقي بان ربي معاك، وان اي حاجه وقعت فهي لصالح ديالك، سواء كانت خايبه ولا زوينه فهي لصالحك. حتى شي حاجه ما كتجي بالسهل يعني. مادام انني خرجت بواحد القوه بواحد النفسيه مزيانه، راه ماشي بالسهل يعني. حتى راني تجرحت وتقصحت وتألمت عاد باش تعلمت. ولكن زعما بحال اللي كتكوني طالعه على الصح، يعني درجه بدرجه، ماشي جيتي وطلعتي وصلتي، لا. كتوصلي يعني بالالم، كتوصلي بالخذل بالغدر بالخيانه باي حاجه، عاد باش كتوصلي لواحد النقطه فكتكوني مكتفيه براسك. كتعلمي انك تبغي راسك، انك تسبقي راسك، ماشي تسبقي راسك زعما راكي انانيه، ولكن انك ما تهمليش راسك وما تحطميش راسك وما تهلكيش نفسك وصحتك على قبل شي واحد شكون ما بغى يكون.
واخا حتى ولادك لحقاش ولادك من غادي يكبروا كل واحد غادي يدير حياته. حنا في هذا الوقت راه زعما راه قضيه غدا كتحماض، فما خصناش نهضروا راسنا اولا نهلكوا راسنا على قبل واحد اخر. فعلا ولادنا علينا حق، والدينا، الزوج ديالنا، العائله، المقربين، كل شيء عندنا ليه الحق، ولكن نفسنا فوق كل شيء. ماشي نكونوا انانيين عاوتاني، ولكن غير نديوها في راسنا وننميو راسنا وعقلنا، وما نبقاوش منحاصرين في في واحد البلاصه. ما نكونوش مكلخين، زعما ماشي مكلخين اننا ما كنفهموش، ولكن نحاولوا نطوروا من راسنا. نكونوا شويه يعني واعيين، نكونوا شويه راقيين، ما نبقاوش حاضين بنادم الاخر شنو دار وشنو ما دارش وفين وصل وفين ما وصلش لا بالعكس، نشوفوا داكشي اللي كان الوقت اللي كنضيعوه على واحد اخر هو غادي في الطريق ضيعوه على راسنا. هادشي اللي تعلمت انني عندي بزاف ديال الحوايج وما كنتش حاسه بهم، عندي بزاف ديال النعم ما كنتش شايفاها. حتى انا كنت من دوك النوع اللي كنشوف شنو عند الاخر، علاش الاخر عندها وانا ما عنديش، علاش هذيك زعما مهنيه وانا ما مهنياش، علاش؟ وراك كتكتشف بان اللي ما عنده القليل عنده الكثير. فقلت لا، اللهم لك الحمد. عندي شي حوايج وما عنديش شي حوايج، ولكن هذاك الشيء اللي عندي راه ما عندش واحده اخرى. ان الحمد لله المهم ملي كيكون الانسان عنده صحته بعقله بعينيه بيديه برجليه، فراه قادر يوصل لبزاف ديال الحوايج. وكنت كان واكتشفت بانني كنبقى ناجل اليوم غدا اليوم غدا، فقلت لا، هذه القضيه خصني نحيدها مني. مادام عندي واحد الهدف، عندي واحد الحلم، فنحققه، نبدا فيه اليوم. اي حاجه بغيتي توصل ليها بداي فيها من دابا. وان الحياه ما كتختصرش غير على الراجل والولاد صافي يعني راكي وصلتي للمعرف فين. لا، هذيك راه غير واحد طريف من حياتك. ف ما كتعرفيش الوقت شنو تقدر تجيب شنو باش تدور. فلهذا خصك يكونوا عندك بزاف ديال الحوايج في حياتك، يكونوا ما تخليش حياتك ممله، ما تخليش حياتك ممله. صافي يعني تفيقي الصباح صافي تابعينك الدراري، الغداء، العشاء، التخمال، صافي تبقاي كتحاربي وكتحسي براسك بحال الغلا بحال عايشه في الحرب. والله خصك تنوضي بكري وانت عقلك هو اللي كيتحارب، ماشي الذات ديالك. كتحاربي في التخمال وخص كلشي يكون في الوقت وخص كلشي يكون هو هذاك الانضباط ولا لا. انا ما نعرف، انا هادشي اللي عندي دابا حاليا اللي انا فيه هو خصني ندير كل حاجه نعطيها الخاطر ديالها شنو ما بغى يكون، سواء شغال الدار، سواء في تربيه الاولاد، في تقابلي راجلك مع العائله، مع راسك، كل حاجه تستمتعي بها، كل حاجه حمدي عليها الله. لحقاش ما كتعرفيش بحق ديك النعمه اللي عندك حتى كتحيد منك. هذاك الشيء باش اي وحده عندها شي حاجه كيف ما بغى يكون نوعها تحمد الله عليها، حيت انت عندك وما عاجبكش، ولكن واحده اخرى راها باغياها وكتمناها شنو ما بغى يكون. راه غير ديك النعسه ديال الصباح، ولا غير ديك الجلسه النعسه ديال مورا الغداء، ولا غير دوك الوليدات، ولا غير ديك الدار، ولا اي حاجه، ولا غير حتى شتي راه يحسدوك حتى على طريقه الهضره، طريقه ديال التفكير. فاي وحده في الدار عندها تليفون تحاول تستغلو وتقرا، تستغلو وتعلم، تستغلو ودير اي حاجه. دابا الحمد لله حنا في واحد الوقت اللي عندنا كلشي ساهل، كلشي بين يدينا، غير حنا كنبغيو نعقدوها على راسنا ونصعبوها على راسنا. مهم الى عجبكم بحال هذا الفيديو ولا عندكم شي اسئله ولا شي حاجه فمرحبا بها. انا الحمد لله بديت حياه جديده بطاقه جديده بنفسيه جديده، فكنتمنى اي وحده حتى هي تشوف راسها شنو عندها وفين هي واصله وشنو هي باغيه، وتبدا وتوكل على الله. واي حاجه بغيتيها، اي حاجه بغيتي ديريها في حياتك، اول حاجه تشوفي علاقتك مع الله. انا ما كنتش ملتزمه بالصلاه، ما كنتش كنقرا الورد ديالي، ما كنت ندير حتى شي حاجه. والله مره فمن عرفت الخلل مين كاين، يعني من تقرب مع الله وانني متعلقه باشخاص اللي لا علاقه. فمني تقربت من الله وعرفت الضياع فين كاين، الحمد لله بدات الطريق كتنور قدامي، بداو الاهداف كيتستفوا قدامي، بداو الاحلام كيترسخوا لي في راسي، وبديت في الطريق الصحيح. كنتمنى نكمل فيه، وكنتمنى حتى نتوما ان شاء الله توقدوا، لحقاش الدنيا غداره وبنادم غدار وما كتعرفيش الزمن باش يلاقيك. اللهم باش ما يبقاش فيك الحال، باش ما تقوليش ضحيت على اشخاص ما كيستاهلوش.